سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا رجال، حياكم الله جميعا. طبعا اليوم معنا لكم موضوع مهم، شاهدوا للأخير. طبعا يمني يضرب الكفيل حقه في السعودية، ما عاد تحمل، خلاص كفاية ضبح. طبعا ايش ردة فعل السعودية؟ أول مرة أشوف ردة فعل السعودية هكذا. الله المستعان. بنقول إن السعوديين عقال ورجال ويحترموا اليمنيين، مش لهذا لحد، بغض النظر حتى ولو كانت بينهم اختلافات أو مشكلة بيحلوها بكل شيء. شاهدوا للأخير بعدين بنكمل لكم. يلا يا ابن الكلب، والله لا أربيك، والله لا أربيك، والله لا أربيك، لا أموت، لا تحول بحدا، أنا علم، أعطينا حقي، ليش ما تعطينا حقك؟ والله ما تعطينا حقك، لأنك ما تاكل حقك، والله ما لأنك تاكل حرام، تاكل حرام، تاكل حرام أنت. هذه أنا ما أربيه، ابن الجزم، ابن القحطة، العن أبوه، العن ابوه، العن ابوه، نسان خسيس، كلب، العن شكله عليك يا ابن. خلاص يا احمد خلاص. العن ابوك، ما تربيت، ملعون والديك. وين السكيورتي؟ نادوا لنا السكيورتي يطلعونا ملعون الوالدين. الو، يلعن شكله، ابعت السكيورتي شكلك يا ابن الكلب، وقلت لكم شربك يا ملعون. يلعن ابوك يا خسيس يا ابن الكلب. يطلع هذا والله يروح الشرطه، والله ما تاخذ حقك، والله ما تاخذ حقك يا ملعون. وانا اعلمك يا ابو خالد، اعلمك واربيك اذا اهلك ما ربوك يا خسيس. يلعن شكلك، يلعن شكلك، يلعن ابوك. بس يا احمد، بس يا احمد، بس يا احمد، بس يا احمد، والله لا ربيك يا ابن الكلب. يلعن ابوك يا ابن الكلب، بس يا احمد، ابوك يا ابن الكلب. يلعن شكلك خسيس ابن كلب، بس يا احمد، يلعن شكلك ما ربوك، بس يا احمد. طبعا كما شاهدتوا، أشهد لله أنها فسالة. السعودي إنه يتكلم عليه كلام ما يخرج، لكن اليمني يتكلم عليه قال يا حكيم مضمون إنه غلطان السعودي من القضية من بدايتها لآخرها. تولا ليش يتحمس هذا الحماس؟ يا كلب يا فكوا له، فكوا له، حرام لو فكوا له لا كان يهرب، بيتزاقم ويزيد فيها. لو فكيتوا له إنه لا كان يهرب. وراء غضاك الكلب بيت أسد، هو بيلهث. هذا يطبق عليها المثل، أو مثل الله سبحانه وتعالى عن من ضربه عن القرآن، داري عن المثل الذي ضربه الله في القرآن عن من اتبع هواه. الله ضرب لنا مثل، قال المثل كمثل الكلب إن تحمل عليه لهث وإن تتركه يلهث. وهذا كذلك السعودي أمام اليمني، إن تحمل عليه لهث وإن تتركه يلهث. بغير مجبر فاضي خاطركم.